حيفا وياك طبعا. يلا. هناك عند هذا الأفق الذي يتراءى خلف هذه السحب حيفا ثم عكا ونحن ذاهبان إليها، أنا وصديقي فلسطين البازخ العطاء مرعي. هناك حيث تطل الحمامات واليمامات تنظر للأفق وتنتظر منه أن يأتي بجديد على هذه الأرض البازخة العطاء والبازخة الجمال. وهذا الجو الشبه أسطوري، شيء يساوي العمر كله في هذه اللحظة التاريخية، من رأس النافورة ومن مغارة رأس النافورة في الخلف حيث تطل بيروت الواقعة عند الأفق من الأفق الفلسطيني في الجهة الأخرى من المتوسط. إنه التاريخ الذي تصنعه مثل هذه اللحظة، يوم فاصل في حياة المواطن العربي إبراهيم رضا الله، حيث يطل وينتظر بعض الدقائق أن يذهب إلى عكا وحيفا، من حديقة البهائيين بحيفا إلى جامع الجزار بعكا وسورها العظيم. سنوالي بالتفاصيل بعد ذلك ونشرح كيفية أدائنا النفسي والروحي والتاريخي مع هذه الرحلة. شكرا.